ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا اخدكم النهاردة في جولة من العملات المعدنية اللي كانت في السوق المصري. اول عملة معانا او اقل عملة قيمة كانت ظهرت هي السحتوت. والسحتوت ده كان ربع مليم. المليم ده لسه هعرفكم عليه بعدين، ولكن يعني كان الجنيه دلوقتي ده يساوي كام سحتوت؟ كان يساوي 4000 سحتوت. تخيلوا 4000 سحتوت يكون 1 جنيه، وكان بيتكتب عليه ربع من 10 القرش. أما يليها بعد كده في الأعلى مقاما هو المليم، ويعني جزء من الألف، وكان الجنيه المصري يساوي 1000 مليم. ثم يليها العملة اللي بعدها وهي النكلة، وكانت قيمتها 2 مليم. يعني 2 مليم يساوي 1 نكلة، وكانت من العملات الصغيرة اللي كانت منتشرة جدا في التداول. بعد كده تليها الأعلى مقاما التعريفة، وكانت بتحتوي على 5 مليمات. يعني 5 من المليم يساوي 1 تعريفة. ودي العملة اللي اتشهرت بيها أجرة الأتوبيس الموحدة للركوب زمان. أما بعد كده فيليها الصاغ، والصاغ هو يعادل قرش واحد، وأصله كلمة تركي. يعني الصاغ دي أصلا كلمة تركي. بعد كده الأعلى مقاما هو النص فرنك، وهي عملة معدنية قيمتها 2 قرش. أما العملة الأعلى منها مقاما هي الشلن، والشلن ده أنا حضرته. يعني أنا مواليد 91، وأنا حضرت الشلن ده. والشلن ده كان بيساوي 5 قروش مصرية. أما بعد كده كان الأعلى منها البريزة، وهي دي بقى كانت مصروفي اللي أنا كنت باخده. يعني وأنا صغنطوطة خالص قوي كنت باخد البريزة دي، وكانت قيمتها عبارة عن 10 قروش. أما العملة الأعلى منها وهي الريال، يعني كانت الريال ده أنا لو خدت ريال يا كان فرح، يعني كان هيصة كبيرة قوي. يعني الريال ده كان كلمة أسبانية ومعناها ملكي، والمصريين أطلقوها على العملة الريال دي اللي كانت شبه الفضة، وكانت الريال عبارة عن 20 قرش. يجي بقى الأستاذ المبجل المميز واللي مجاش زيه أصلا قبل كده، الربع جنيه المخروم. الربع جنيه المخروم دي كانت بداية صدورها كانت 1993. أنا حضرت الربع جنيه المخروم ده، وكنت باخده برضو وأنا صغيرة في الأعياد بقى والمناسبات. كان الربع جنيه المخروم ده فضل يتم إصداره لفترة، وبعدها تم إصدار الربع جنيه اللي هو السليم مش مخروم. نيجي بعد كده للعملة اللي بعدها وهي 50 قرش، النص جنيه. كان 50 قرش يعني 50 عدد من القرش، قرش 50 قرش يبقى يساوي نصف جنيها. ودي إحدى الفئات المعدنية اللي ظهرت ضمن فترة التطوير في العملة المصرية الحديثة. أعرفكم بعد كده بالجنيه المصري. الجنيه المصري يساوي 100 قرش. طب ابرزها. اخي برزت عليك من وشك يا بعيد. خد نحنوح اهو. 100 قرش تمام، وهو العملة المتداولة حاليا. طبعا نزل منه إصدارات كتير جدا جدا جدا. يعني الجنيه المصري ده حمل جميع المناسبات المصرية المميزة أو الافتتاحات المميزة. وكمان كان بيتميز بشكل راس توت عنخ آمون، زي ما ظهرت عليه برضو إنجازات مصر الحديثة. دلوقتي في 2026 حاليا في شهر 4 أصدر وزارة المالية أصدرت إن هي هتنزل شكل جديد من معدن جديد للجنيه المصري. وده بسبب لأن تكلفة الجنيه المصري دلوقتي على الدولة بقى بيتراوح تكلفته ان هو اللي تكلفة تصنيعه فقط يعني حوالي 3 جنيه، من 2 جنيه ل 3 جنيه. فطبعا يعني ده مش عادل خالص، يعني او ده مش حاجة طبيعية ان يبقى فيه مثلا جنيه
بيتصرف او الدولة بتعمله مثلا بيتكلف 2-3 جنيه علشان في الاخر يتم التداول بيه جنيه واحد. فهم الدولة فكرت في ان هي لا طبعا توفر في النقطة دي وتعمل عملة أقل تكلفة على مصر، برضو يتم إنشاء بيها عملة الجنيه المصري. وده الشكل الجديد من عملة الجنيه اللي هتنزل الأسواق إن شاء الله قريبا. أما بالنسبة برضو للأخبار الجديدة في 2026 شهر إبريل دي نزلت الحكومة عملت طرح لعملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه، ودي هتبقى في التداول القريب إن شاء الله علشان تسهل التعامل بالعملات النقدية الصغيرة أو في حالة عدم توفرها مثلا، يعني إن هي برضو تشغل حيز من 2 جنيه. تتوقعوا مثلا وزارة المالية ممكن تعمل عملة كمان، يعني أو التغيير اللي هيتم مثلا في العملات تاني، بما إن مثلا جت من فترة صدر إصدار جديد من 10 جنيه وال20 جنيه. فهل تفتكروا الوزارة برضو هيحصل برضو تغيير قادم في العملات أو هيتم برضو إنشاء عملة معدنية أو ورقية جديدة؟ قولوا لنا اقتراحاتكم وقولوا لنا ايه هي العملات اللي كنتم بتستخدموها وانتوا صغيرين وبتاخدوها مصروف برضو، علشان زي ما انا ما قلت لكم اوكي. وهستنى الكومنتات بتاعتكم علشان اعرف وتشاركوني طبعا كل حاجة. وانا كنت معاكم فاطمة عادل، وما تنسوش تتابعوني وتعملوا لي فولو. سلام.